السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم فيديو جديد ديال الكاطو منزلي اللي نقدروا نقطعوا طريفات ونلعبوا به، نزوقوه كيف ما بغينا. كناخذوا 4 البيضات مع شويه الملحه، السكر، كاس الا ربع ديال السكر باش ما يجيش حلو، مع فاني، وكنقادوه بالباتور حتى كينضج. من بعد كنزيدو كاس صغير ديال زيت الزيتون او زيت الروميه، كيف ما بغيتيو، مع زيت، مع الزبده مذوبه، كاس صغير ديال الزبده مذوبه. كنبقاو نبطيو حتى كيطلع الكل، كينضج الكل. من بعد كنزيدو شويه ديال الكوك، وكاس ديال فرينه الزرع، مع 4 كاس، حتى كيولي كيصبح الخليط بهذا القوام. من بعد كنوضعوه في الفرن في واحد البلا اللي غادي نقدروا نقطعوه طريفات ونزوقوه كيف ما بغينا. كنديروه في الفرن 10-15 دقيقه. من بعد كنخرجوه كنقطعوه طريفات كارو كيف يعني صغار. شوفوا القوام كيفاش كيجي غزال. هذه جنواز بطريقه جديده، شو كيفاش كتجي القوام ديالها، وكتجي لذيذه وغزاله. تقدروا تصوبوها بطريقه سهله. كنوضعوهم في الطبيصلات. كناخذوا الكريم فريش مع نيستلي كراميل والكريم تشيز، نطلعوه بالباتور حتى كينضج، كيولي بهذا القوام. كناخذوا كنافه كنحمروها بالزبيده. من بعد كننزلوها وكندوبوا الشوكولا بوحدو. كنضيفوا عليه الكريم اللي قادينا، واحد مغرفه ونص هكذا صغيره، كنخلطو. ما تخافوش منه غادي يقصح، حيت مني غادي نضيفوا عليه الكراميل، نيسلي كراميل مع كريم فريش، راه كيرجع بهذا القوام، كيرجع بحال الكاناش اللي التغليف اللي كنغلفوا بها الكاطو، كيجي غزال. شوفوا كيف تيجي رطب وكيرجع القوام ديالو الشوكولا. من بعد كنديروا اللوز، كنسحقوه وكنضيفوا عليه، كنسحقوه مزيان. كنضيفوا عليه كراميل، نيسلي كراميل، وكنضيفوا عليه لا كريم اللي صوبنا، كيرجع حتى هو بهذا القوام. كناخذوا لي غاطو، لي بتي غاطو، كنقطعوهم طريفات هكذا دي كارو، كنحطوا لا كريم عشوائي. من بعد ما كنسقيوها بالحليب مزيان باش يشرب الجينواز. من بعد كنزوقوه كيف ما بغينا، باللي حضرنا الشوكولا مع البخاليني مع الكركاع، البيستاش، الكنافه، كيف ما بغينا، ونقدموه لوليداتنا او لضيافنا. ان شاء الله ضروري غادي تجربوا هاد الوصفه وغادي تعجبكم. وإلا عجبكم هاد الفيديو ديروا جيم، بارطاج، كومونتير باش يوصلكم اي جديد. والى الحلقه المقبله.